بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعونه تعالى إلقاء القبض على أحد أخطر مجرمي النظام السوري من قبل عناصر الجيش الحر الأبطال سرية المهام الخاصة في ريف دمشق المنطقة الغربية. أنا المساعد داني عدنان الحنا من مرتبات الفرع 227. الرقم العسكري 848 858 على داج، محافظة حمص، قرية مرمريتا، من الطائفة المسيحية. شو كان شغلك يا مساعد داني أنت بالأيام الراهنة اللي عم تمر فيها البلد؟ قمع المظاهرات السلمية اللي بتخرج بالمنطقة عنا. منين كانت تخرج المظاهرات؟ كانت تخرج من المساجد والجوامع. شو كان شغلكم أنتم؟ نقوم بإطلاق النار عليهم وقمعهم بالرصاص الحي. ليش كنتوا تقتلون بالرصاص الحي؟ كان يجينا تعليمات من الفرع بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين. مين يعطيكم تعليمات؟ رئيس الفرع مين رئيس الفرع؟ اللواء رستم غزالي، رئيس الفرع فرع المنطقة. شو التعليمات؟ انه اطلقوا النار على المتظاهرين شلون ما كان، المهم تقتلوهم ولا تخليهم يطلعوا مظاهرات. المظاهرات كانت تطلع معهم سلاح متظاهرين؟ انا بالنسبة لي ما شفت نهائيا سلاح، أبدا ابدا ابدا. ولا مرة تعرضت لإطلاق النار؟ ولا مرة تعرضت لاطلاق نار. ولا مرة ولا مرة. ما كان في سلاح مع المظاهرات؟ ما كان في، كنا نشوفهم حاملين اغصان زيتون، لافتات مشان المطالب تبعيتهم، بعالم الثورة. طيب إذا ما كان معه سلاح ليش كنتوا تقتلوهم أنتم؟ لأن كانوا يعطوني تجينا التعليمات قوسوا به ونضطر نقوسه. وين كنت تقمع مظاهرات؟ قمعت مظاهرة بجهة عرطوز، بعرطوز، بالكسوي، بقطنة، بكناكر. هدول المناطق كنت تقمع فيهم مظاهرات؟ أنا رحت فيهم مهمات لقمع المظاهرات. قتلت حدا فيهم هدول؟ والله قتلت. مين قتلت؟ والله كتير. كم واحد يعني؟ شي 17 واحد كل. 17 واحد؟ ايه. كيف عرفت انه 17 واحد؟ يعني كنا ناخذ على كل واحد نقتله 10,000 ليرة، اخذ 170,000 يعني 17 واحد. 17 واحد كنا ناخذه من رئاسة الفرع. 17 واحد وين قتلتهم هدول؟ مشكل منطقة المظاهرات يعني، بجديدي وبعرطوز وبقطنة وبالكسوة وبكناكر. كناكر. شو كان شغلكم غير قمع المظاهرات؟ شغلي انا شلون كنا نشتغل بالمظاهرات. غير قمع المظاهرات تفوتوا على البيوت؟ كنا نفوت على البيوت، نخلع البيوت، شو نلاقي ذهب ناخذ، لكن حدا يقلنا ليش ولا لشيء. محلات مثلا العالم تهرب لما يصير اطلاق نار حي، العالم تهرب، نقلع على المحلات، شو في غله، شو في مواد غذائيه، شو كل شيء ناخذه، ما حدا يقلنا ليش، ونقسمهم مع بعض. جرى الغاز، في عالم اخذ التلفزيونات، في عالم اخذ الذهب للنسوان. كان حدا معكم من خارج سوريا؟ الخارج السوري لمحت مرة 25 شخص تقريبا بالفرع لابسين اسود، اشكالهم لا توحي انهم يعني سوريين. شو كانوا هدول؟ يمكن على حسب ما قالوا لي بالفرع هذول ايرانيين جايين، قسم منهم مختص بالتعذيب بالسجون، وقسم منهم مختص قناصات. بس لما نطلع نحن بالمهمة يختفوا القناصين، ما نعرف وين يروحوا، والباقيين وين يروحوا كمان ما بنعرف. انت من الطائفة المسيحية؟ ايه. طيب الدين المسيحي بيسمح لك تقتل الناس؟ لا ما بدي، بالعكس بحب للمحبة والسلام. شي مرة المسلمين اعتدوا عليكم؟ لا بالعكس، نحن عايشين مع الإسلام أحلى عيشة. او المتظاهرين اعتدوا عليكم؟ لا لا او أبدا. اساءوا؟ لا أبدا. ابدا. نهائيا. هذا اعتراف احد اخطر المجرمين الذي يقوم بقتل المتظاهرين في ريف دمشق، هو وزملائه. مين كان معك من زملائك انت؟ كان في عندي مساعد أول اسمه أحمد كمان صافطلي. مجرم مثلك؟ إيه. مساعد أول أحمد صافطلي. إيه كمان نفس الشيء، يقتل. بس هو كان يشبه أكثر مني ويقتل أكثر مني. وفي المساعد علاء صقر ملقب أبو جعفر، كمان كان يشارك بالقتل والضرب. طيب شو بتناشد رفقاتك هدول اللي بعدهم مع النظام وعملتوا؟ أنا بناشدهم، أنا إنه هذا اللي بصير غلط، لا تطلقوا النار على حدا، واتركوهم وانشقوا إذا فيكم تنشقوا عن الجيش. ندمان؟ ندمان.
ندمان كتير. شو بدك تحكي لأمهات الشهداء اللي قتلتهم أنت؟ الله يرحمهم وسامحوني، وأنا غلطان كتير، بس كنت مجبور، ومهدديننا بأهلنا وأولادنا. وسيتم تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص من هذا المجرم.